السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وبعد الأيام إن شاء الله عليكم بخير. النهاردة جاي نتكلم في موضوع الشقة. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن أنواع السكن في روسيا، كان من ضمنها إيجار الشقة بقى على حسب عدد الناس اللي هيسكنوا فيها. فقلنا من ضمنها اللي هي شقة استوديو، اللي هي شقة صغيرة من 18 متر وطالع لحد 36 متر، زي اللي أنا فيها النهاردة دي حوالي 36 متر المساحة بتاعتها، تمام؟ بنبين لك بقى الاسعار بتاعتها، وطبعا الكلام ده بيختلف على حسب المدينه اللي انت فيها والاسعار هناك، وايه الموجود في الشقه، والشقه جديده ولا الشقه قديمه ولا مباني قديمه ومباني جديده، والموقع بتاعها. كل القصه دي بتاثر على سعر الشقه. زي ما انتم شفتوا معانا الفيديو، هم ال 10000 روبل هم ايجار الشقه، زائد طبعا الغاز والميه والكهرباء بنحاسب عليهم. هنا عندنا كل حاجه نوريها لكم بقى في الشقه، ايه الموجود فيها، ايه اللي انا جيت لقيته في الشقه، وازاي اخدت الشقه. اول حاجه اقولها لك قبل ما اوريكم الحاجات الموجوده، ازاي اخدت الشقه. دورت على افيتو، الموضوع سهل وبسيط، عشان الناس بتستصعب وتقول لك ازاي يا مصطفى الاقي شقه في روسيا. سهل وبسيط. برنامج افيتو عليه كل حاجه في الدنيا، اي حاجه فلوس انت عايز تخش تلاقيها عليه. عايز تشتغل بتحط نفسك اصلا عليه، عايز تلاقي شغل بتلاقي الشغل عليه، عايز تبيع حاجه بتحطها عليه، عايز تشتري حاجه بتحطها عليه، حتى الشقق بتاجرها من عليه. في برنامج تاني اسمه تسيان، طبعا ده مخصص لايجار الشقق او العقارات والقصه دي، ده برضو ممكن تلاقي عليه. بس افيتو ايه هو المشهور اكتر يعني، فاهم؟ دورنا على افيتو وشفنا الاسعار وشفنا الدنيا، عجبتنا الشقه دي. كان لما اتكلمنا قالوا يا جماعه كذا كذا، المدينه اللي انا فيها دي مش متعودين على ايجار الاجانب، فعصلجوا معانا شويه في الاول، بعد كده كلمناهم ايه وافقوا. طبعا كنت بكلم سمسار، لان الشقه محطوطه بيبقى مكتوب قدامك الكلام ده كله، فيها سمسار والعموله بتاعته كام في الميه، ولو في تامين على الشقه قبل ما تخشها ولا لا. كل الكلام ده بيبقى مكتوب قبل ما اصلا تخش اجر الشقه، عشان ما حدش ايه مش عارف يعني الكلام ده. كلمنا السمسار، قال لك انا عايز 5000 روبل على الشقه. الشقه ايجارها كام؟ 10000 روبل، ياخد هو 5000 روبل. حلو الكلام. وعايز تامين، كان عايزين تامين كمان نص المبلغ او نص مبلغ او مبلغ كله، يعني نفس الايجار بتاع الشقه 10000 هدفعهم، هدفع 10000 زيهم تامين. لما اجي اخرج من الشقه ان شاء الله ايه هناخدهم، يعني مفيش حاجه بواسطه وكده. فانا جيت السمسار، اتفقنا معاه، كتبنا العقود وبتاع، وجه صاحب الشقه اعطاني المفتاح، نسخه من المفتاح، عطيت له 5000 روبل بتوعه، وقلت له التامين ده ان شاء الله ربك يكرم ونبقى ندفعه بعدين يعني. من هنا لهنا ايه كان نزلنا حوار التامين ده، قفلته معاه، وبيدفع كل شهر 10000 روبل في الميعاد اللي احنا ايه كتبنا فيه الدجافور ده. بس القصه بتاعت ازاي انا اجرت الشقه هنا، الموضوع سهل وبسيط. احنا ياما اجرنا شقق في كذا مدينه، مدينه انا فيه صغير زي ما قلت، مش متعودين على الجانب وكده، فالموضوع كان صعب انك تلاقي شقه يعني ايه انت اجنبي بالنسبه لهم، وفاهم القصه دي. اجرنا شقق كتير وعشنا شقق كتيره، شقه صغيره وشقه كبيره والقصه دي. النهارده جاي اوريكم شقه صغيره، يعني بالنسبه للشقه اللي انا عشت فيها 36 متر، شقه ممكن يعني اقصى حاجه شخصين بس يعيشوا هنا، فاهم؟ انا كنت عايش فيها لوحدي، بس هي اللي صاحبي بيقعد معايا يومين وكده. وبس ده اللي هوريكم الاجواء الموجوده هنا في الشقه، ايه الموجود عندي اصلا. 10000 روبل على ايه بدفعهم يعني. هي المباني هنا مباني حديثه، يعني منطقه جديده في المدينه، فهي حلوه. فنشوف الشقه ونشوف ايه اللي فيها ويلا بينا. هبدأ معاكم من عند الباب هنا، ان الشقه كلها على بعضها مفتوحه حته واحده كده، فاهم؟ قطعيه واحده يعني، حته صغيره. المهم بدأنا من هنا، جبنا علقات اللي كانت موجوده فيها، علقات الجواكت دي، علقات الهدوم موجوده. وهنا لقينا في مرايه وفيها رف تحتها موجود فيها كل حاجه، ده اللي كان موجود في الشقه اول ما جيت يعني، استلمتها كده. بعد جينا على الدولاب ده، الدولاب زي ما هو كده، الباب ده فيه شماعات وسقف متعلق فوق، وتحت فيه الرفوف تحط فيها الحاجات تبعك. وهنا الرف ده فاضي زي ما هو كده، ممكن تعلق جوه حاجه ولا تحط هنا شويه ورق ولا حاجه، فاهم؟ بس هو من غير باب. الرف اللي فوق ده كبير برضه وتحط فيه حاجات، انا ما عنديش اصلا حاجه عشان احطها فيه. ده بالنسبه للباب كان موجود هنا. بعد كده جينا من الناحيه الثانيه دي، في نفس الدخله بتاعت الباب الحمام باب. عندنا غساله هنا بعافيه شويه، فاهم؟ مش شغاله حلو يعني. وهنا في بانيو استحمى فيه القعده، بس اللي عجبتني فيها البانيو، عشان تعرف انا بحب الشويه اللي فيها بانيو، ما بتعجبنيش الشويه اللي هي كده، والحوض والقعده وبس. وده الموجود في الحمام، حمام صغير يعني مش كبير، بس احسن حاجه فيه ان هو في ايه البانيو. طبعا دخلنا هنا بقى، زي ما انتم شايفين اصلا الشقه كلها باينه قدامك، يعني كل حاجه باينه لحد البلكونه. دخلنا هنا لقينا الدولاب موجود، الدولاب كمان موجود هنا، يعني هتحط فيه الحاجات. دخلنا على السرير لقيناها زي ما هي كده من غير ولا فرش. بقول له عم الحاج فين الفرش بتاعت السرير؟ قال لي مش موجود، فاهم؟ فانا انت بتختار في الاول يعني، عاجباك هتعرف تسلك نفسك ماشي، مش عاجباك خلاص مش هتعمل حاجه، فاهم؟ لان هنا السرير زي ما هي كده، هم سريرين موجودين. ليه سريرين ما اعرفش. الشواحن هنا جنب السراير، يعني في شاحن هنا وفي شاحن هناك وفي شاحن هنا ورا السرير تاني، فاهم؟ ده الشنطه بتاعتي حاطط عليها الحاجه. انا جبت الفرش طبعا للسراير وجبت القصه دي كلها. كان فيها كرسيين وفيها الحاجات دي. بس هو ده بالنسبه للصاله يعني زي ما بنقول عليها كده. بعد كده دخلنا هنا على المطبخ، وكلها مفتوحه على بعضها زي ما قلنا، بس ممكن نركب ستاره هنا مثلا لو عايزين نقفل المكان ده، يعني المطبخ هنلبسه يعني.
فالمطبخ هنا فيه الحوض منفصل لوحده. هو مش عاجبني قوي يعني صراحه، بس هو ماشي الحال قضي الحال، مش هنعمل هنا بنعمل ولاية هنا فاهم. وفي رف تاني صغير اهو موجود، طبعا المواعين بتاعتنا، وفي ثلاجه موجوده، وفي شويه الحاجات اللي فيها دي عليها بتاعتنا. وفي البوتاجاز اللي هو الغاز يعني. اغلب الشهر كنت عايش فيها ما كانش فيها بوتاجاز الغاز، كان فيها البوتاجاز اللي هو الكهرباء ده اللي هو بيسخن على طول يعني، مش بيطلع نار يعني معنى صح. وهنا في الاسطول ده، الترابيزه دي وبس. الحاجه الغريبه اللي انا اخدتها في الشقه دي، انا اول مره اعيش في شقه فيها النظام ده اللي هو نظام التدفئه دي، اللي هو الجهاز ده. طبعا الجهاز ده بالنسبه لي اغرب جهاز تدفئه انا شفته في روسيا. انا عشت في شقق كتيره صحيح في روسيا تدفئه عاديه، بتفتح الميه السخنه تشتغل الميه السخنه، وفيها الدفايات بتشتغل عادي فاهم. لكن النظام ده انت بتتحكم درجه الحراره بتاعت المكان اصلا انت عايزها على كام، وده اللي هو برضه بيعمل الصوت زي ما انتم سامعين دلوقتي اهو. هو شغال دلوقتي فاهم. هو بيشتغل ازاي؟ بيسخن البطاريه شويه، ده في الاوضه حوالي مثلا درجه 25 حسب درجه ظبطها، بعد تقعد شويه ساعه مثلا، بعد كده يبدا يشتغل تاني. هو نظام التدفئه ده بتشتغل ميه سخنه تشتغل عادي برضه فاهم. بس شوف كل شويه بيعطل يعني، فالنظام ده مش عاجبني صراحه. بحبذ النظام اللي هو العادي اللي هو بتاع روسيا يعني. في شباك هنا طبعا شايلين الاكره بتاعته، والبطاريه تحت هنا، وفي اسطول حاطين عليه شويه حاجات هنا، وهنا بس يعني. هنا الشقه الريموت بتاعها برضه على القد يعني. هنا البلكونه بتاعتنا فاهم. هي شقه صغيره زي ما انت شفتها كده من اولها لاخرها. البلكونه هنا، البلكونه طلعنا على البلكونه شويه حلوين، ممكن تعالى في الصيف تظبط معاك الدنيا فاهم. طبعا الجو بيتلج هنا، بينزل شويه تلج، لسه التلج ما راحش في روسيا، وهذا المنظر قدامنا. بس هي من الناحيه الثانيه المباني كلها هنا جديده فاهم، بس انا على الناحيه اللي هي لسه مش مبنيه مش معمره، بتوش هنا وفي دنيا. البلكونه في الصيف ممكن تعمل فيها شغل حلو فاهم. طبعا ده بالنسبه لسعر الشقه اللي هو حوالي 10000 روبل، بنزيد عليهم 1000 ونص او 2000 روبل كمان الكمونامي اللي هي الميه والكهرباء بندفعها كده يعني زياده. فلو حسبناها ب 10000 روبل بالدولار يطلع لنا حوالي 130 دولار. لو حاسبنا 2000 روبل لوحدهم يعني بنحسب لوحدهم، بنحسب سعر الشقه لوحده، وبعد كده بنحاسب بندفع الميه والكهرباء، وبعد كده يطلع حسابهم فاهم. فهيطلع كام؟ حوالي 25 دولار يعني. كلها حسبة داخله في 150 دولار ايجار شقه في روسيا صغيره تكفي شخصين ماكسيموم فاهم، يعني ما تزيدش معاك حاجه تاني. وده يا اخوانا ما تبصش السعر في مصر، لو قارناه بسعر مصر برضه 5000 10000 روبل حوالي حسبة 4800. لو جينا النهارده عامل 2 1 فاهم، حوالي 4800 جنيه انت هتستغلاها فاهم. فما تحسبهاش الحسبه دي، لان هي في روسيا في المدينه اللي انا فيها كان سعرها رخيص وسعرها عسل، ولو لقيت شقه زيها بتحمد ربنا فاهم. بكلمك يعني سيريوزنا. غير بقى الميه والكهرباء والقصه دي، في المقارنه فعلا هنا هتكسب. ما تحسبش هنا بتيجي روسيا ما تقارنش الاسعار هنا بهناك خالص. هنا 9000 روبل ولا 10000 روبل كده سعرها 10 على 10. فده بالنسبه لايجار الشقه اللي انا خدتها يعني. هنقعد فيها شويه كده وبعد كده نتكل على الله ونشوف لنا مكان تاني ونشوف لنا مدينه ثانيه نروحها، ما نثبتش في مكان في روسيا. وده كان فيديو النهارده، وانا اتمنى اعمل الفتره الجايه شويه فيديوهات حلوين كده ان شاء الله، وان شاء الله نحاول. ونشوفكم في فيديو جديد، وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.